دلوقتي انا عايز اعرف مقاس الكرسي المناسب ليا. يعني انا جبت العجله، اهم حاجه نشوف العجله المقاس المناسب ليا. يعني انا مثلا لو طولي 180، دي اخر حاجه يعتبر في المقاس ال 54. طولي ازيد من 180 هجيب المقاس ال 56. دي بالنسبه لمقاس العجله. طب بالنسبه لمقاسي الكرسي بالنسبه لي، اول حاجه هعملها ان هركب على العجله، يعني احط الكرسي على اي مقاس وهركب العجله، ورجلي احط رجلي على البدال من بعد المشط بشويه، يعني طراطيف صوابعي انا هحط البدال هنا كده، بعد الصوابع بشويه هنا كده حطيت البدال. لازم يبقى فيه تانية بسيطة جدا في ركبتي، يعني ولا زيادة قوي ولا كبيرة قوي. التانية ديت زي ما انتوا شايفين كده، يبقى كده الكرسي عليها مظبوط. طب لقيت التانية دي كبيرة قوي، يعني التانية مثلا كده كبيرة قوي، أو رجلي مشدودة قوي، ما ينفعش ولا رجلي مشدودة قوي ولا التانية كبيرة قوي. لازم عشان دي الطريقة المريحة إن رجلي تبقى متنية السنة التانية البسيطة دي. طب ازاي أعدل في الكرسي؟ سهل جدا. لو أنت عندك الكرسي زي كده، بتفك دي، الكرسي نازل أهو، بتحرك الكرسي وتظبطه على حسب طولك. ظبطته كده، نركب ونجرب. لا ده انا عايز اعليه سنه، اروح عامل كده، اروح نازل وجاي فاتح دي كده ومظبطها اهم حاجه على المقاس بالظبط كده، واروح راكب اجرب. لقيت الطول مناسب، تمام، هو ده الطول المناسب ليا، ده طول الكرسي المناسب ليا. طب مع الوقت حسيت ان الطول المناسب دوت قل، ابتدي ازود الطول تاني. طب لما زودت الطول حسيت ان لا، ما مش مرتاح، في حاجه غلط، اقلل الطول تاني. بس لما تقلل الطول او تزود الطول بتزود سنه بسيطه او تقلل سنه بسيطه بس. ودي كانت حلقه كرسي ازاي اظبط ارتفاع الكرسي.